السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ النهارده قلنا نعمل بقى يلا حاجة جديدة، تورتايه كده نغير. المهم عملناها ايه، حاجة بسيطة جدا ومش مكلفة زي ما احنا مثلا كنا عايزين نشتري تورتايه من بره لانها هتتكلف كتير. طب ليه احنا ما نعملهاش واحنا بنعمل؟ فجبنا نص كيلو دقيق سبونج وعملنا بيه كل الكيكة دي طبعا انا هقسمها نصين وهحطها على بعضها بعد ما طبعا محشي القلب بتاعها بالكريمة ومربى الفراولة او اي مربى بتحبوها. وبعد كده اعملها اقطعها زي الجاتوه، بتعمل يعني لا يقل عن 20 قطعة. الصاج ده 30 في 40 او يمكن كمان 32 وكده. ف 32 في 40 وبياخد ايه بقى المكونات دي: نص كيلو دقيق سبونج، عليهم 6 بيضات كبيرة ونص كوباية مية وذرة ملح وشوية فانيليا ومعلقة خل. وطبعا نص كيلو دقيق السبونج بندخله على الحاجات المكونات دي كلها ونضرب كله مرة واحدة. بس اضربي ضرب حلو كده، مجرد يعني حوالي تلت ساعة ولا حاجة ولا ربع ساعة، مضرب بالمضرب الكهربائي او المضرب العجان. بتبقى تطلع بقى بتهيش كده وتبقى بيضة، بتبقى في منتهى الجمال. بتجيبي الصاج دوت تفردي فيه ورقة زبدة في كله وترفعيها على الجناب عشان ما تبقاش لازقة وتروحي عاملاه. بصي في منتهى الجمال. وطبعا اول ما بتخرج بصي طبعا بنختبرها بخلة، بنشوفها استوت ولا لا. بصي بنلاقيها استوت والحمد لله. تو ما تخرج بقى طبعا احنا فيه لازم نسيبها على الاقل تبرد يمكن 4 ساعات ولا حاجة، ونغطيها بفوطة ونسيبها تعرق شوية علشان لما نيجي نفرك الوش المحمر ده يتفرك معانا كده بايدك. بتعملي تمشي ايدك عليه كده تبص تلاقيه بيطلع مع ايدك عشان تبقى بيضة زي بتاعة الجاهزة بالظبط. وبنقطعها نصين وبنعمل لها الحشوات بتاعتها ونحشيها، هتبقى ان شاء الله جميله في منتهى الجمال. وهوريها لكم برده في اثناء التزيين بتاعنا، هوريكم برده احنا بنعمل ايه. السلام عليكم ورجعت لكم تاني بعد ما الكيكه اللي انا عملتها في الصاج السبونج بردت خالص بعد يجي 3 4 ساعات، وغطيتها في فوطه كده وسبتها عادي. ممكن تسيبيها 3 4 ساعات، ممكن تبيتيها، مفيش مشكله خالص. المهم طبعا بتقعد في الفرن 10 دقايق وخلصت، رحنا مغطيينها وسايبينها 4 ساعات. بعد كده بقى رحت مطلعاها اعمل بالسكينه المشرشره دي كده على الوش البسيط ده كده. انا شلت وشها اللي هو اللي كان زي ده كده. بصي تشيليه كده اهو بحرف السكينه كده يطلع، عشان يبقى كل الظهر بتاعها السطح بتاعها ابيض زي كده. وبعدين جلستها بالكريم جانتيه، ربع كيلو كريم جانتيه مع كوبايه ونص لبن متلج وعليه معلقتين كريم باستري، وضربتهم ورحت فرد عليها الكريم جانتيه. الاول ممكن تعملي لها، انا دوبت حبه معلقه كريم جانتيه في شويه ميه كده اهو صغيرين وسقيتها الاول. وبعدين رحت حاطه مجلساها مجلساها بتاع ده، مجلساها بالكريم جانتيه. وبعدين جايبه بقى معايا كمان علشان تبقى حلوه مطعمه، جايبه طبق فيه شويه مربى فراوله انا عاملاها برضو. وهحاول افرد عليها المربى عشان تديها طعم، تبقى جميله مع الكريمه كده. احاول افرد عليها الكريمه كده، على الكريمه كده المربى، بحيث تبقى طعمها حلو. انا مش بحط سكر كتير، انا بحط سكر قليل جدا، بعمل حساب الحاجات دي. يعني ما حطيتش الكريمه دي بتاعتي دي ما فيهاش سكر، بس انا استكفيت ان انا حاطه شويه كريم باستري، والكريم باستري بيبقى فيه نسبه قليله من السكر، فما حطيتش سكر خالص. وعامله حساب ان انا هحط شويه الفراوله دول عليها علشان يدوها طعم وتيست جميل جدا. وهفردهم عليها واحطهم كده كلهم. معلش عشان انا شغاله بايد وبصور بايد، فبحاول اوفر التصوير لان انا اصور بايد واوفر ايد واشتغل بايد. بس يا حبايبي بصوا كده شكلها كده بقى جميل جدا جدا. هعمل بقى دلوقتي؟ هجيب دي هروح قلبها على دي. انا اسمها نصين اهي، استها لقيتها 40 سنتي، استها كلها لقيتها 40 سنتي فبالعرض كده اهو. رحت قسمها نصين من هنا كده، رحت قسماها اهي، شايفين مقسومه اهي.
اهي بصوا مقسومه اهي. كل اللي انا بعد ما قستها 40 سم بالمسطره رحت قاسمه 20، يبقى 20 و20. انا زوقت دوت وهقلب ده على ده، وبرده هسقس ايه خفيفه، واحط الكريم جانتيه. مش هحط بقى مربع على الوش، هحط الكريم جانتيه وهحط بقى عليها، هشوف ازوقها بايه وهوريكم تاني. ودلوقتي حطيت النص التاني على النص الاولاني، برضو شربته كده بأي شراب خفيف كده هوت، سواء معلقتين سكر عاملاهم بشوية مية، أو أنا حطيت حتة كريم جانتيه ودوبتها بمية شوية وسقيتهم. سقيت الوش التاني وحطيت عليه الكريمة، بس ما حطيتش عليه مربى بقى، ورشيته بالشوكولاتة الشيبسي اللي هي بتبقى صغيرة دي. ولو ما عندكيش شوكولاتة شيبسي، عندك شوكولاتة خام، جيبي حتة وابشريها وروحي رشها على الوش كده. وبعد كده بقى هعمل وردات عليها، هنقلها الاول في الصينيه عشان تبقى يعني مسكت في الصينيه كده، وحطيتها في الصينيه. وبعدين هحط وردات على كل واحده وازينها بالكريز، وهوريها لكم ان شاء الله بعد لما اخلصها. ودلوقتي رجعت لكم تاني بعد ما خلصت بقى تجميلها. بقى شوفوا بقى النص كيلو سبونج عمل لي ايه بقى، 6 بيضات ونص كيلو سبونج. وهحط لكم المقادير تاني في صندوق الوصف. حاجه جميله، عملوا 24 قطعه. بصوا قد ايه كل الصينيه دي مليانه، والاربع قطع اللي في الاخر دول 20 ودول 4، يبقى 24 قطعه. عايزه تزوقي بقى تعملي الوردات بالكريم جانتيه فوقها بعد ما حطينا الشوكولاته الشيبسي، وتحطي بقى كل واحده عليها كريزايه، تحطي عليها واحده عين جماليه اللي عندك بقى، اي حاجه عندك بقى زوقي بيها، وهتطلع جميله من ايديكم ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم. وما تنسونيش في اللايك والشير، واتمنى تكون عجبتكم باذن الله تعجبكم. واشكركم والى اللقاء.